امال ايه يا معلم اللي شغلك ومشتتك كده؟ 3000. هو ايه ده؟ ده برنامج 1 اكس بت، وبفكر احط ال 3000 اللي معايا مرة واحدة. لعبة الطيارة، مش عارفها؟ يا اخي طياره ما تلهفك. ايه يا عم، ده على حسب الاستراتيجية ممكن يجيبولي 9000 في كام ثانية. ايوه، ما ده حرام يا صاحبي. يا سيدي، ما هو كله بيلعبها. وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. مش فاهم يعني، عايز تقول ايه؟ عايز افهمك الاول ان دي ايه في القران الكريم، ومضمونها ان كل واحد هيتحاسب لوحده. ففكك من حوار ان كله بيلعبها وايه يعني هي جت عليا والكلام ده. عشان زي ما قلت لك مفيش حد هينفعك، لا اصحابك اللي دخلوك اللعبه ولا مراهناتك دي ولا اي حاجه. هتقف بطولك كده، واللي عملته في دنيتك عملك يعني هو اللي هيقف معاك. طيب يا عم الشيخ، فكك من حوار ان كله بيعمل او ما بيعملش. انا شايف انها لعبة وبس، لا بسرق ولا بعمل حاجة غلط، فهلاوة يعني بحط فلوس بكسب قدها 3 4 مرات وهي ماشي. هم. انت مؤمن؟ اكيد مؤمن. مآمن بكتاب الله، القرآن يعني. اه يا عم، انت جاي تكفرنا ولا ايه؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طب تعالى تعالى، فين سيرة المراهنات هنا؟ الميسر، كلمة الميسر معناها القمار أو المراهنات. يا اسطى، الدنيا صعبة قوي، والفلوس مهما كانت كتير مش مقضية حاجة، والواحد مش عارف يلحقها منين ولا منين. وبعدين يا اخي، الفلوس دي سهلة بتيجي كتير كده وبسرعة، فاهم؟ فمنها باكل وبشرب أحسن حاجة وبلبس وبشتري اللي نفسي فيه. اتعودت على كده بقى. بص الكوتش الجديد. اللي انت فيه ده وهم وأكبر اختبار ممكن تعيشه في حياتك، وخايف عليك وعلى كل اللي شبهك إنكم تفشلوا فيه. يعني عايز نسيب كل الفلوس دي وارجع اشتغل بال 12 ساعة، وفي الآخر معرفش أجيب بفلوس اللي نفسي فيه، ولا أعرف أبني بيه حتى طوبة في مستقبلي؟ انسى. يا عم افهم بقى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وانت يا عيني بتتوهم وتتغار بملذات الدنيا، وشيطانك بيسوقك على كيفه ويحسسك انك ماشي صح، ويقعد يبرر لك قد ايه انت كده تمام وفهلوي وبتعرف تجيب الجنيه ومحدش قد. أنا محروج أقولها، بس أنا شايف نفسي كده فعلا. بلاش طالب بجد. وعمل إيه تاني يا اسطى؟ اشجيني. نساك الآخرة ونعيمها وغرقك في الدنيا وجحيمها، الجحيم اللي انت بتحضره لنفسك وهتغرق نفسك فيه لو ما فوقتش في الوقت المناسب. ايه يا عم، عايز تعيشها متاع وبس؟ طب اسمع كده، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. بص، ما أنا ممكن ألعب في الفاضي، يعني ألعب وأكسب بس أخرجها لله مثلا، ما أصرفش مكسبها يعني، أو أستنفع بيه لنفسي. ممكن. عم انت، هو انت ينفع تصلي من غير طهارة؟ ولا بلاش دي، لأن انت لو فاهم في الصلاة مش هتلعب مراهنات أصلا. يا عم مهلك عليا، انا فاهم والله، بس تايه وبحاول افوق اهو، ساعدني ما يبقاش كده. وايوه، ما ينفعش اصلي الا لما اكون على طهاره، بس ده ايه علاقته بموضوعنا؟ القصد يعني إن انت لو عايز تتصدق أو تخرج حاجة لله لازم تكون الفلوس دي بتعبك، والأهم إنها تكون حلال. صاحبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. تمام. طب الفلوس اللي كسبتها مصيرها ايه؟ ده انا اكلت ولبست وعملت بقى حاجات كتير قوي. حلو السؤال ده. الفلوس اللي كسبتها وانت ما تعرفش انها حرام؟ ركز، اللي انت كسبتها وانت ما تعرفش انها حرام تبرع بقدها او تصدق بيها. بص، هو ده مش شرط اساسي، يعني لو انت ما تقدرش على ده يبقى كفايه انك تندم على لعبك للمراهنات وما ترجع لهاش تاني ابدا. خالص يا معلم، انا اقتنعت ان المراهنات والبرنامج ده اصل فصل هيتمسح ومش هروح له تاني. اعمل ايه وسط كل الظروف الصعبه دي؟ اصلا بقى عليك انك تعرف انت مخلوق ليه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عايز ترتاح دنيا واخره، اعبد ربنا حق العباده، خد بالاسباب واسعى في طلب رزقك، اشتغل حلال وبضمير، واسأل ربنا في كل اللي تتمناه. نلت مرادك كان بها وله الحمد، ما نلتش برضه له الحمد. وتحط جواك يقين ان اي حاجة ما نلتهاش في الدنيا فهي متعنى لك في الاخرة. خليك فاكر، والاخرة خير وابقى. انا مش عارف اقول لك ايه والله، بس الف شكر يا اسطى. انا خلاص مسحت البرنامج، ومش هدخل جيبي ولا هاكل اي لقمه
فيها حرمانية. اديني بس نصيحة مختصرة انصح بيها العيال اللي غرقانين دول. خليهم يتفرجوا على الفيديو ده ويعملوا لايك وسبسكرايب، وده عشان الفيديو يروح لناس تانية يشوفوه، وبرضه يشوفوا باقي الفيديوهات يمكن يستفادوا منها. وربنا يهديك ويهديهم ويرزقكم دنيا وآخرة.